اصحابي، مين فينا ما بيحبش النقنقه؟ بس تعالوا بقى نقنق في حاجه معموله من الجبنه القريش، هاي ان في البروتين. اسمعوا كده القرمشه بتاعتها، حاجه كده خطيره. اول حاجه متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بقى بينا على الوصفه. كل اللي هحتاجه قالب من الجبنه القريش، وواحد من الجبنه المثلثات، وبيكنج باودر، ودقيق الشوفان. هستخدم هنا نص القالب. طبعا تقدروا تستخدموا الكميه اللي انتوا عايزينها، بس اي حاجه بنعملها بالذات لو لسه جديده جربوا فيها بكميه قليله، وبعدين لو عجبتكم اعملوها تاني، بس انا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. هبدأ بقى هنا انزل الجبنة المثلثات، ودي اختياري، لو ما عندكوش عادي مش هتأثر خالص في الطعم. وهبدأ بقى ان انا احط هنا معلقتين من اللبن لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انا عايزاه. هوريكم طبعا الكمية هنا بتكون حسب النظر، برضو حسب الكمية اللي انتوا حاطينها. هبدأ ان انا اعمل لهم بلندنج كده بالبلندر، واوريكم القوام اللي انا عايزة اوصله في الاخر. وفي النص حسيت ان هي محتاجة لبن كمان علشان يمشي البلندر معايا، فحطيت معلقة كمان من اللبن. زي ما قلت لكم انا عايزه اوصل في الاخر لقوام كريمي، هوريكم شكله ازاي عشان تبقوا عارفين برضو امتى توقفوا وتوقفوا بلندنج دي. هنا كملت بقى، انا عايزه اوصل للقوام يكون كريمي بس يكون متماسك، مش عايزاه يكون سائل. فده كده بالظبط القوام اللي انا وصلت له. انا لما هحرك الاسباتولا كده هتجمعه، بس لما ارفعه مش هينزل معايا بسهوله. وده القوام اللي انا محتاجه ان انا اكون جاهزه بيه. هبدأ بقى اكون معايا نص كوبايه من دقيق الشوفان. بالذات دقيق الشوفان لما تيجي تحطوه في اي وصفه حطوه بالتدريج، علشان هو ما بيبقاش زي اي دقيق تاني. وهستخدم هنا كوبايه الا ربع من بيكنج باودر، وهيبقى جنبي دقيق الشوفان كل ما احتاج احط منه. انا في الاول هبدا استخدم السباتولا عشان ادخل دقيق علشان يتداخل معايا في الخليط، وبعدها بشويه اول ما الاقيه شرب كل الدقيق اللي انا حطيته، هبدا ساعتها ان انا استخدم ايدي عشان اوصل للقوام اللي انا عايزاه. زي ما قلت لكم خلي بالكم ان القوام بتاعكم ما ينشفش منكم قوي. واهم حاجه في دقيق الشوفان ان هو بيمتص السوائل ابطا من الدقيق العادي، فانتوا خلوها بالنظريه كده جنبكم. انا استخدمت نص كوبايه من دقيق الشوفان، كده كده هنستخدمها كلنا، والباقي بقى هو اللي هنحطه بالتدريج نظريا لحد ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم بعد شويه. هو القوام ده اول ما نوصل له ساعتها هنوقف علشان ما تبقاش ناشفه مني قوي، لان الكراكرز مش محتاجه الدقيق او الخليط بتاعي يكون ناشف قوي. لازم تكون بتلزق حاجه بسيطه بس في نفس الوقت تكون ملمومه كلها مع بعض، علشان يبقى متكونه عندي العجينه اللي هقدر ان انا المها وبعدين اقطعها للمربعات او الشكل اللي انا عايزاه. هنا بقى بدأت زي ما قلت لكم اجمع في الخليط، واول ما خلاص هبدأ بقى احط التوابل اللي انا عايزاها او اي حاجة انتوا حابين تكون موجودة في الكراكرز. عيشوا حياتكم بقى، في الاول وفي الاخر هي هتبقى زي الشيبس كده بناكلها، فحطوا لها اي توابل انتوا حابينها. هبدأ بقى اكمل كده في الخليط بتاعها، ما بتاخدش وقت خالص. انا حبيت ان انا اعملها لكم كلها بكل الخطوات، ما شلتش منها اي حاجة علشان تبقوا شايفين الوقت بتاعها قد ايه. هنا انا حطيت عليها زعتر بدقة، هو بيكون اسمه كده من عند العطار او زعتر لبناني، وحطيت عليه حبة بركة وبذور كتان وملح. حطوا عليه بقى اي حاجة تعلي من قيمته الغذائية ويبقى حاجة مفيدة لينا كده واحنا بناكلها واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، بحيث ان احنا علينا قوي من قيمتها الغذائية. بدأت هنا بقى ان انا ادخل كل المكونات بايدي عشان ابقى حاسة بالعجينة واعرف امتى محتاجة ان انا ازود لها او امتى ان انا اوقف، وده بيديكوا احساس اكتر بالعجينة بتاعتكم. هنا بقى بعد ما دخلت كل المكونات فيه احتجت ان انا ازود تاني دقيق، لان انتوا شايفين هي قد ايه ملزقة ومرضيش ان هي تتجمع معايا. بدأت بقى ان انا ازود بالتدريج هنا ربع كوباية من دقيق الشوفان، وزي ما قلت لكم كل حاجة بزودها بتكون بالتدريج.
هنا طبعا زي ما انتوا شايفين قد ايه هي كانت ملزقه، زودت لحد ما جمعت معايا زي ما انتوا شايفين. هي بتتجمع مع بعض وفي نفس الوقت لما بدوس عليها بتكون طريه. اهم حاجه نحاسب على موضوع الطريان ده عشان ما تبقاش ناشفه قوي. هبدا بقى اجيب هنا كيس بلاستيك اللي هو ممكن كيس السندوتشات، وهبدا بقى ان انا افتحه كده من النص عشان احطه واحط عليه العجينه وافردها عليه، بيكون اسهل بكتير قوي ومش هحتاج ان انا ازود دقيق على رخامه ولا حاجه، وبتكون سهله قوي ان انا اشيل منها برضو الخليط بتاعي. بدأت بقى ان انا احطها عليه زي ما انتوا شايفين. بصوا هي طلعت معايا كرة واحدة وفي نفس الوقت هي طرية قوي، ولما بدوس عليها كده طرية جدا بس مش بتلزق في ايدي، وده القوام اللي انا محتاجاه. بدأت بقى ان انا اجيب هنا كيس تاني وحطيته فوقيه، وبعدين هبدأ بقى ان انا اجيب النشابة بتاعتي وابدأ بقى اعمل له رول كده لحد ما اخلي السمك بتاعه يكون رفيع. خلي بالكوا حاولوا ان انتوا تخلوها كلها سمك واحد علشان لما تيجي في مرحلة السوا تطلع كلها بنفس السوا، ما تحتاجوش ان انتوا يبقى في جزء مثلا اتحرق منكوا او استوى زيادة عن الجزء التاني. فعلى قد ما نقدر نخليها كلها سمك واحد. وبرضو خلي بالكوا اوعوا تبقى تخينة، لان هي لو تخينة مش هتبقى بتقرمش معاكوا القرمشه اللي احنا محتاجينها، ولا برضو تكون رقيقه قوي. احنا هنعملها الطبقه بتاعتها تكون وسط علشان لما نيجي تطلع مني من الفرن تكون مقرمشه وتاخد نفس موضوع الكراكرز اللي احنا عايزين نعمله. هنا بقى بدأت ان انا افردها خالص، والفرد بتاعها كان سهل جدا لان هي طرية وفي نفس الوقت هي ما بين الاكياس فسهل قوي. وهقول لكم بقى على اكبر غلطة عملتها، كانت اوحش حاجة بجد عملتها في الوصفة دي وهقول لكم عليها، بس استنوا معايا شوية. هنا بقى شلت الكيس، كان سهل جدا ان انا اشيله، وبدات بقى ان انا اقطعها بالسكينه بالشكل اللي انتوا حابينه. انا قطعتها هنا لمربعات، واللي بقولكوا عليه بقى اوحش حاجه عملتها ان انا قطعتها وهي لسه في الكيس. لا لما تيجوا بقى تعملوها عشان تتفادوا الغلطه دي حطوها في الصينيه كلها وقطعوها جوه الصينيه عشان يبقى اسهل عليكم ان انتوا تنقلوها من الكيس للصينيه. جبت صينيه ودهنتها دهنه من الزيت كده بسيطه عشان ما يلزقش معايا، وحطيت عليه في الوش تاني شويه من الزعتر لان انا حابه طعمه اكتر يبقى ظاهر. وبدات بقى ان انا اشيله. بجد كانت اصعب مرحله لان العجينه طريه وفي نفس الوقت انا مقسماها مربعات كتير قوي، فبدات اشيل في المربعات دي واحده واحده. وبعدين بقى اخدت وقت طويل قوي عشان اشيلها، والحمد لله جينا لاخر واحده بحطها معاكم. وبس عشان كده قلت لكم حطوا العجينه كلها في الصينيه وقطعوها وهي جوه، او ممكن تسووها كلها وتقطعوها لما تستوي برضو كل الحاجات دي تمام. حطها في فرن على درجه حراره 200 لمده تلت ساعة وبصوا عليها كويس قوي. ولو عايزينها تبقى على حرارة اقل شوية ممكن تحطوها 180، هتاخد من 30 ل 40 دقيقة. ده كده شكلها والقوام بتاعها وقد ايه هي بجد مقرمشة وخطيرة، لازم تجربوها. وبس كده اشوفكم في وصفة تانية. باي.